إفلاس أمير مصري. لحظة غريبة جدا في التاريخ المصري لما أحد أمراء أسرة محمد علي يتم إعلان إفلاسه وبيع أملاكه، اللي هو الأمير إبراهيم الهامي ابن عباس الأول، اللي كان والي على مصر، ابن طسن ابن محمد علي باشا الكبير. في الحقيقة تفاصيل هذه الواقعة وإيه اللي حصل وكيفية البيع لأملاكه كلها موجودة في عدد نادر من أعداد مجلة أيام مصرية. الموضوع كله غريب جدا ومحدش يصدقه. ازاي يتم إعلان إفلاس أمير من الأسرة العلوية الغنية اللي معروفة بأن هي بتمتلك أراضي واسعة وأموال غير طبيعية؟ هو ده كان معكم المؤرخ أحمد كمالي.